صباح الفل والورد والياسمين على احلى واغلى ناس في الدنيا، او مساء الفل حسب ما الفيديو ده انتوا هتشوفوه. العيش القمحي الفلاحي من غير فرن، قمح فلاحي يا شيماء. والله العظيم نفس الطعم ونفس كل حاجه، بس من غير فرن زي ما انتوا شايفين كده على الطاسه. انا عايزه ابسط لكم كل حاجه عايزه ابسطها لكم. ان شاء الله باذن الله هنعمل العيش ده بابسط طريقه، وبصوا ومن غير مطرحه ومن غير اي حاجه. ليه بقى كده؟ اللي هو يعني احنا هنعمله بنشابه واحنا واقفين على الرخامه، ومش هياخد وقت، ونفس الطعم ونفس الجمال. يلا فلاحي او زيه كده، اقرب حاجه للعيش الفلاحي اللي هو العيش القمح بتاعنا ده بتاع المنوفيه. هعمله بقى من غير فرن ومن غير ما نريحه ده كده. انا عايزه حاجه سهله وسريعه. عشان ايه؟ عشان يعني احنا مستعجلين. تعالوا بينا كده نشوف هنعمل ايه. نص كيلو دقيق. انا هعمل نص كيلو دقيق، يعني مثلا بتاع 3 رغيفه بس، يا دوبك على قد الاكل، لاني انا وبنتي بس اللي بناكله يعني. معاهم كده ايه، نص معلقه ملح صغيره او ربع معلقه ملح صغيره اهي. تمام. ممكن تحطوا تدوبوا الدقيق في الميه عادي. ومعايا ايه كمان، هحط بس شويه ميه دافيه هنا اهو، شويه صغيرين. معلقه خميره من دي، الخميره بقى اللي هي الايه، طالما عيش فلاحي يبقى مفيش خميره البيره دي او البلدي، يبقى الخميره الفوريه. انا مستعمله معلقه صغيره مش مليانه على النص كيلو، معلقه صغيره ممسوح اهو. بصوا، وهنبدا ندوبها كده في ايه، في شويه الميه الدافيه كده. ونبدا ان احنا نضيف شويه ميه كمان بالشكل ده اهو، شويه كمان. ونبدا ان احنا ايه، نعجن بقى الجماعه دول مع بعض شويه كمان. بصوا يا جماعه العجينه بتاعتي اهو ماشي كده. هنفضل نعجن فيها شويه حلوين كده، بس لان احنا طبعا هي المفروض العيش الفلاحي بتبقى عجينه سايله عن كده، لينه عن كده، ولكن طبعا احنا هنعمله ايه من غير مطرحه، وهنعمله على عين البوتاجاز، فبالتالي لازم تكون ايه العجينه متماسكه كده اهو. كل اللي هنعمله هنفضل ايه، نعجن فيها بقى اهو. بصوا بقى، انتوا ممكن تقولوا يا شيماء انتي عملتي العيش 50,000 مرة، ولكن انا هي مش قصة تصوير والله، ولا قصة اي حاجة. هي قصة ان انا لما بعمل حاجة زي كده ببقى عاوزة اشارك كل لحظة، بس مش اكتر يعني. بس بصوا العجينة، تعالوا بقى شوفوها جهزت اهي. بصوا يا جماعة، انا بقالي قد كده. بصوا العجينة بتمط معايا ازاي اهو، هي كده جهزت اهو. بقى تخمر اهو ماشي. تفضيل الدقيق خفيفه بس كده على الوش اهو، بس كده. هسيبها تخمر وبعدين هنرجع نخبزها مع بعض. بصوا بقى، يا دوبك عدى بتاع تقريبا نص ساعه، ساعه الا ربع كده يعني. كنت مغطياها اهوت وركناها ماشي. هنبدا ان احنا ايه بقى، نقطعهم. هما كام رغيف صغيرين يعني، مش مستاهلين حاجه. بسم الله. معانا ايه بقى، تعالوا شوفوا كده. بصوا معانا الرده اللي هي النخاله دي اهو ماشي. هنفرش بس شويه هنا في الصينيه كده على قد الايه، الكام رغيف بتوعنا. انا بعد كده بلمها تاني وبعينها، يعني ما تقلقوش حتى لو كانت كتير. انا كده بلمها تاني وايه، بنخلها وبعينها يعني اهو. والعجين بتاعي اهو. نبدا ان ايه، بس ابدر ايدي دي ايه خفيف، وابدا ان انا اقطع ايه على قد الرغيف بتاعي ماشي اهو. بس دي كده اهو. ونبدا ان احنا ايه، بصوا عجينه لا لينه قوي ولا يابسه قوي، بالشكل ده، عشان يبقى عيش مقارب للفلاحي جدا اهو. وعلى الرده بتاعتي بقى كده شويه رده تحت الرغيف كده اهو، شويه رده ماشي. ناخد اول رغيف احنا عملناه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل بيه. ومن فوق تبديل الدقيق خفيف ماشي. ونبدا ان احنا نعمل بايدنا كده اهو. تمام. ونبدا ان احنا طبعا نشتغل بايه، بدي اهو، بالراحه خالص، ما تضغطوش قوي، بالراحه جدا. والطاسه اللي هخبز فيها العيش ده محطوطه على النار اهو.
على قد ما انتوا عاوزين الرغيف ابداوا ايه افردوه. بصوا انا حاطه دي خفيف قوي اهو، بالراحه، وافردوا من النص على بره كده، ما تضغطوش من النص على بره وما تضغطوش. يا جماعه فردت الرغيف اهو، السمك بتاعه اهو تمام. هبدا اشيله بايدي، بظهر ايدي كده اهو. ماشي، تعالوا بقى. الطاسه سخنه جدا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبدا افرد الرغيف بتاعي اهو. ماشي بالشكل ده. بسم الله. الطاسه سخنه اهو، هنفضل واقفين جنبها بقى. اول ما يبدا يعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم اقلبوا على طول رغيف العيش بتاعنا اهو. عشان ده يبقى احلى عيش فلاحي، اقسم بالله ريحه وطعم يا جماعه، ريحه وطعم. بس في كل مره نضفوا الطاسه كده، بصوا نضفوها عشان بيبقى الرده اللي هي النخاله دي بتتحرق. بصوا اهو، عشان ما تحرقش الرغيف من تحت. وهناخد ده تاني اهو ونفضوه على قد ما تقدروا كده اهو. بصوا، وعلى طول في الطاسه وانزلوا بيه. بصوا الجمال والحلاوه والقمر. بصوا يا جماعه، جربوه بالله عليكم، بالله عليكم جربوا العيش زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بصوا ايه ده، ايه ده يا جماعه. جربوا العيش الفلاحي بالشكل ده، زي ما بقول لكم هيطلع معاكم تحفه، مش هتندموا بجد. ايه الجمال ده. بصوا اهو، شايفين القمر. ايه يا جماعه ده. اول حاجه طالعين تحفه بجد، النتيجه روعه جدا جدا جدا. ما ينفعش حد يقول ان ده مش عيش فلاحي. هو الفرق بس ان الخبيز على النار من فوق يعني. ماشي. بصوا الجمال يا جماعه. بصوا، بصوا الرغيف، بصوا عامل ازاي من جوه، ولا ريحته. هو عيش فلاحي يعني. بصوا الجمال اهو. والحجم اللي انتوا عاوزينه على حسب الصينيه اللي انتوا هتخبزوا فيها. ودول نص كيلو دقيق، طلعوا 5 ترغيفه بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، النص كيلو دقيق. عايزين بقى تعملوا لنا متابعه ولايك، يبقى كتر الف خيركم. عاوزين تجربوا العيش وتقولوا لي رايكم برده، تبقوا عسل كده وقولوا لي تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو. يلا مع السلامه.